هتعيش وهتشوف وهتقابل ناس كتير، ومنهم هتاخد صحاب، وانت وبختك بقى يا معلم، يا اما يبقى صاحب بجد يا اما. طب ما تيجي اقولك. تعال. الصحاب انواع، والله زي ما بقولك كده. اولهم صاحب الطاقة السلبية. لا مفيش فايدة من الكلام، مفيش فايدة. كل ما يشوف وشك هنضيع، هنروح في داهية، ايامنا سودة والجاية كمان اسود، واحنا هنشوف عدل تاني عشان كله رايح. لا. ايه يا اخوي بالراحة عليا، في ايه؟ يا ساتر يا ساتر، نتناقش بس بالعقل كده والهدوء. عارف لو مرة واحدة اقول ماشي صاحبي في دقيقة ومحتاجني ويفضفض، انما عرض مستمر وممكن يكون هو تمام بس بيصدر لك انت ده، وساعتها بيحضرني موقف. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. تاني واحد صاحب المصلحة، وده بقى ما بيسألش عليك غير لو عايز حاجة، اللي هو مفيش صباح الخير حتى، لا عايزك في كذا على طول. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه، لما اكون في مصلحه تعرفني. ما عنديش مشكلة ان احنا نساعد بعض ونطلب حاجات من بعض عادي، بس ما تفتكرنيش بس عشان كده، ده انا صاحبك يا جدع. اسأل حتى من باب السؤال وبعدها اطلب براحتك، ولما تطلب مني مش هعمل لك حاجة رخامة. ابو تقل دم امك. محبوش الواد ده خنيق. نوع تالت بقى وهو صاحب 102 اسعاف، اللي هو يتصل بيك اي وقت يقول لك انا في القسم، انا في المستشفى، انا عملت كارثة تعالى الحقني. تقريبا كده هو فاكرني الفانوس السحري، يطلب يجاب عادي ان ده يحصل في ظروف معينة. عارف بقى لو عنده مناسبة وحاجة حلوة بيبقى ده رد فعله بالظبط. This number is not a working number. Please check the number and try again later. عندك بقى صاحبك الحسود، اجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب. يا ابن المحظوظة يا فوزي. وده بقى نصيحة يعني، اوعى تحكي له على حاجة جديدة شاريها او هتعملها، اوعى افتكر اني قلت لك بلاش. ولو قلت انت ونصيبك بقى حادثة، الحاجة تفرقع في وشك، كل حاجة تتقلب ضدك. حرام حرام يا ابني عليك حرام. وعندك بقى الصاحب الندل، اللي لما تيجي سيرته تسمع في ودانك واطي. وده بقى يبيعك في ثانية لو شاف 3 حاجات: فلوس، مصلحة، بنات، وخصوصا التالتة دي، ويقولك معلش يا ادريان، انت عارف وقفة الراجل ب100 ست، بس جت الست قول يغور الراجل. ويوم ما تعملها فيه تبقى وحش. شوفني ازاي. اما النوع ده بقى وهو المدب اللي لسانه سابقه، ده ما بيسترش ابدا، وبتبقى عايز تقول له حسبي الله ونعم الوكيل. نيجي بقى للي نصفني، صاحب صاحبه، ده اكتر وصف ليه في ظهرك، معاك في الحلو وكمان في المر، بيشجعك بكل طاقة ايجابية ويشوف معاك حلول في اي حاجة. فاحلى تحية لنوع الصاحب ده. وانتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات عندكم كام نوع منهم في حياتكم ومنشنوهم، ها خلونا اتفرج. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي.